مين هو ملهم مايك تايسون اللي غير فلسفة الوزن التقيل في الملاكمة ونقل الملاكمة من البارات الصغيرة للعالمية؟ وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة سيبولي رأيكم في الكومنتس تحت الفيديو وقولوا لي عايزين الحلقة الجاية تكون عن مين. بتبدأ حكايتنا النهاردة عن الأب الروحي لأسلوب البيكابو، الوحش الكاسر جاك ديمسي. ديمسي بدأ حياته بيتنقل بين المناجم والورش والبارات، بيدور على شغل وكان جعان جدا، بس جوعه ما كانش للأكل والشرب أو حتى للفلوس بس. ديمسي كان جعان للنجاح، كان بيلاكم زي مفترس بيصطاد فريسته عشان ياكلها. نظرة الجوع والافتراس دي بقى شافها جاك كيرنز أو الشهير بدوك في ماتش أندر جراوند كان في بار بسيط سنة 1917، وقد كان على طول خده تحت جناحه. ومن هنا ابتدت قصة نجاح ديمسي، عشان بعدها بسنتين يحقق أرقام تاريخية وقتها، إنه قدر يحقق ضربة قاضية في 8 ثواني بس، وقدر يهزم بطل العالم جيس ويلارد سنة 1919 اللي كان أضخم منه بكتير، عشان يغير فلسفة الوزن التقيل للأبد. كان أسلوبه بسيط جدا لكن مدمر، كان بيقرب المسافات ويضغط على طول على الخصم ويشغل إيديه الاتنين زي الشواكيش. كان من الآخر كده بيطبق الحكمة اللي بتقول خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. كان بيبدأ هجومه بالضربات واللكمات في الجسم علشان يقطع نفس الخصم، عكس اللي كان منتشر وقتها إن اللعيبة كانوا بيركزوا على القضيات في الدقن. بعدها بسنتين كسر حاجز $1,000,000 في ماتش واحد لما حضر أكتر من 90,000 متفرج عشان يتفرجوا عليه. الماتش ده اتذاع مباشر لأول مرة على الراديو، والماتش ده جمعه مع جوهرة فرنسا في الوقت ده جورج كاربنتر. ديمسي كان بطل العالم لأكتر من 10 سنين، بس علشان الجوع والشغف مش كفاية ومن غير التزام برضه مش كفاية. زي ما في حكمة كده تانية بتقول الوصول للقمة لو صعب فالأصعب هو الحفاظ عليها. ديمسي اتعرف على ستيل تايلر ممثلة هوليوود واعتزل الملاكمة لفترة، وبدأ يدخل حياة الراحة والدلع وانفصل عن جاك كيرنز. من هنا مستوى ديمسي بدأ يهبط بشكل سريع لحد ما جه جين توني ولعبه وفاز عليه، والكلام ده كان سنة 1926 خد منه البطولة. وفي الإعادة حصل الآتي: كان في قانون جديد للمباراة إن في حالة إنه اللاعب وقع لازم الخصم يرجع للركن بتاعه علشان الحكم يبدأ العد على اللاعب اللي واقع. قبل كده الملاكمين كانوا بيفضلوا واقفين على دماغ اللعيبة واقفين مكانهم، أول ما الملاكم بيقوم بيكملوا لعب. بس ديمسي بأسلوبه اللي اتعودنا عليه بعد ما وقع جين بلاكما فضل واقف قدامه لغاية لما يقوم علشان يضربه تاني تبع القانون القديم. الحكم هنا قعد يقول له روح الركن بتاعك. اللحظات دي ادت الوقت الجين ان هو يتدارك الامر ويبدأ يفوق ويبدأ يقوم ويكمل الماتش ويكسب ديمسي. ديمسي اعتزل الملاكمة بعد المباراة دي، بس فضل محافظ على صحته وقوته لحد السبعينات من العمر، وكان من أشهر مشاهير أمريكا. وفي النهاية في حاجة مهمة لازم نوضحها: النجاح عمره ما بيجي بالراحة، لازم تدفع ثمنه بالصبر والانضباط والتضحية، والحاجات دي ممكن تكون صعبة لمعظم الناس وخصوصا لو هتستمر لسنين قدام. لكن اللي أنا متأكد منه إنها مش هتكون صعبة عليك في حالة واحدة: لو بس صدقت وأمنت من جواك إن أنت بطل قصتك.